السلام عليكم ورحمة الله. بغيت ننبه على واحد القضية بالنسبة لبعض الأدوية كيستعملوهم الناس يعني عشوائيا. حقيقة كيكون الإنسان مشى عند شي دكتور، عند شي صيدلي، وصفوه له المدة معينة، الله السلام عليكم، المدة معينة، ولكن الإنسان المريض كيبقى كل ما مثلا مرض كيشريه بدون وصف الطبيب، وكيشري بدون استشارة الطبيب، وكيشري غير من راسو صافي. هاد الدواء هذا لا شك انه كيسبب في بعض المضاعفات خطيرة بزاف. اول كيطلع السكر في الذات، ثانيا كيطلع حتى البلاح في الذات، يعني كيدير طينسيون، كيدير هشاشة العظام، كيهلك الكبدة، كيهلك الكلاوي، كيعمل الماء، كينفخ منادم، يعني كيحبس واحد المادة في الذات بحال الماء، كيأثر على العينين، كيأثر على حتى بزاف د المشاكل، كيعمل بزاف د المشاكل. على أي هاد الدواء هذا هو لي كورتيكويد، يعني كيوصفوا الطبيب، ولكن كيوصفوا بواحد المدة معينة وواحد الكيفية ديال الاستعمال. ماشي أي واحد جالو شي مرض، جالو شي حاجة كيخصو لابد يشربوا، لأن هو هاد الدواء هذا الدواء يعني خطير، ولكن كيتستعمل بواحد الدقة، بواحد المدة الزمنية، بواحد الوصفة خاصة، يعني بحيث أن الإنسان ما خصوش يتعدى عليه، خاصة في صفوف ديال الدراري، أنه غير كيمرض شوية كيشريو له لي كورتيكويد بلا شي وصفة يعني طبيعية الأولي، بلا شي دواء عادي الأول، بلا كيعطيوها غير لي كورتيك، يقول لك راه الطبيب راه النهار اللي عطاه لي وانا كنستعملو شحال 50 60، راه كيأثر حتى على النمو ديال الدري، واذا كان الدري عاود صغير كيأثر حتى على النمو ديالو. وبالتالي وجب التنبيه بعض الإخوان والأخوات، خاصة الأمهات والآباء اللي كيستعملوا هذا الدواء هذا للدراري خاصة، وكذلك الكبار كيف قلنا، وهو لي كورتيكويد بصفة عامة، بلا ما نقول الاسم التجاري ديال كل دواء منه. لي كورتيكويد انه ما يستعملوش هكذا وصافي، الا بوصفة او باستشارة طبية او باستشارة ديال الصيدلاني. والله يجيب الشفاء للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. السلام عليكم ورحمة الله.